النهاردة ورسميا نكون وصلنا لنص سنة 2025، وده معناه هو نستلم ثالث وأهم جائزة في حدث الصعود العاصف، وهو طبعا سكين الام 4. اللي كان مطلوب عشان تستلمه هو أنك تكون واصل 6 هيرو في سنة 2025، 3 في كلاش سكواد و3 في الباتل رويال. والنهاردة راح ندخل نستلم السكين ده مع بعض، نعرف قدراته، وكمان راح ندخل نقربه في جيم، وهنشوف هل يستاهل الانتظار هذا كله ولا في الآخر راح يطلع مثل سكين الاي ام بي بتاع مغامر الفجر. راح نعرف لما نجرب. فانزل دلوقتي ايم لايك واضغط على زر الاشتراك، وتعال نستلم هذا السكين مع بعض. طيب الآن استلمت السكين من قبل ما أصور هذا الفيديو، وبالنسبة لرابع جائزة هي الشعار بتاع قاهر العاصفة. هذا لكي تستلمه لازم تكون واصل 12 هيرو، يعني عليك كل سنة كاملة تصعد هيرو كل شهر. المهم ربنا معنا في هذه الجائزة. وكمان استلمت سكين المظلة، لم أعمل عليه فيديو لأني شفت أنه لا يستاهل، بس بالنسبة لشكله حلو. خلينا دلوقتي نخرج وندخل على سكنات الأسلحة عشان نجرب سكين الام 4. طيب بالنسبة لقدراته، السكين عنده 2 في الدقة وواحد في اختراق الدروع وناقص واحد في الذخيرة. بالنسبة لقدراته حلوة شوي وتليق كسكين مجاني، على عكس سكين الاي ام بي بتاع مغامر الفجر. قدراته مش حلوة وليست قدرات لسلاح يو ام بي، لأنه فيه 2 في المدى وواحد بالضرر، وهذه القدرات مش ينفع مع اي ام بي. نرجع الآن للام 4. طيب بالنسبة للسكين ده يمكن أقارنه بأقوى سكين في حسابي، وهو السكين الرملي، والقدرات تبعه هي 2 في السرعة وواحد في الضرر. وبعرف أن قدراته مضادة لقدرات الام 4 الجديد، بس بدي أشوف ميزة القوة بينهما الاثنين. أنا راح أجرب السكين الجديد فقط، ما راح أجرب السكين الرملي لأني متعود أستعمله، وراح أعطيكم في الأخير رأيي. الآن نعمل تزويد لسكين الصعود العاصف وندخل نجربه في جيم. الآن نزلت بالمنطقة الزرقاء وأنا متيقن بأني ما راح ألقى الإنفور، لأن قارينا إذا بدك شي ما تعطيه إلك. المهم أخذت بارافال وندور فوق هذه المباني نشوف السنقة. أخذت 500 مليون. نشوف هون ما يوجد هون. نشوف نصعد فوق هذه البلوكات ونشوف درون. ما لقيت ولا شيء. لغم ما لقيت ولا شيء. لقيت سكارت تروا ما لقيت انفو. قارينا ايش بتقول لك؟ تقول لك والله ما اعطيك انفو حتى نهاية الجيم، يتبقى 2 واعطيك انفو. المهم احنا عملنا هو نبحث على الانفو، حتى اذا كان في تحت الارض علينا ان نبحث عليه. نفجر هذه نشوف هل يوجد احد هون. عندي شوية لاج ولكن ماشي مشكل. عند واحد عند الضرب، اضربه وان طاب بالسكار، اقوى طلقة على مر فري فاير. انظر ضربته هيت شوت في الاخير احتسبت اصفر. لماذا يا قرينا؟ الله اعلم. المهم يا صديقي المشاهد، إذا وصلت لهذه الدقيقة لا تنسى تكتب لنا في التعليقات أي سكين انفور بتلعب به، واشترك في القناة وضغط على زر اللايك، لأن هذا يحفزنا كثيرا لمزيد من الفيديوهات. المسكين ما أعرف من وين اجت إله، ممكن حتى هو بيعمل تحدي يبحث على الدراغونوف، لأن الدراغونوف بيكون كثيرا في الدروبات. شوف هل عنده انفور ما عنده انفور. نشوف. انا بتذكر يوجد صندوق هون. ها هو صندوق عندي 1100. يا رب نجيب انفور هون. نشوف. ما ها هو انفور. لقيت الانفور الان. يا رب نموت. ها هو الانفور لقيته. الان نذهب نبحث على اول ضحية. ها هي اول ضحية. لن اضربها هيتشوت لانها بعيدة كتير، لان الانفور في البعيد لا يضرب هيتشوت كثيرا. انظر فقط فيها شوية ضربات، 4 ضربات على الأقل. نشوف. يخرج من هون. هو قلت لكم ضربة قلت فيه ضربة. أعطيته ضربتين لا يوجد أي مشكل. المهم نلوت من عنده شوي ونشوف هذا المستودع إذا فيه انفور 3.
اذا في انفورت 3 راح اجري للفاكتوري اشتري المفتاح تبع المستودع. ما عندي فلوس كافية، ولكن سأذهب أبحث عن الفلوس ثانية. في الفاكتوري يوجد اثنين تبع التوكنات تبع الفلوس. المهم نجري نشوف. يلا الآن فتحت المستودع بعد ما اشتريت المفتاح. عملت تسريع للفيديو لكي لا يكون أي ملل ويكون الفيديو طويل جدا. المهم ندخل لهذا البيت، عندي شوية لاج، أعمل شوية إعدادات وأخرج. المهم الآن نخرج من هذا المنزل، ندخل لهذه السيارة نشوف. واحد في الخريطة مبين عندي أنا في الخريطة يخرج الآن من الزون مليان دمج. نشوف يا رب ما تكون عنده النت فاصلة لكي نجرب عليه هذا الانفور 3 اللي بكامل قواه العقلية. نشوف هو تكون لا فاصلة عنده النت. المهم نضربه وان طب وعلى دقة. يقارينا سلاح أسطوري، دقة فيه تضرب يطلع لك الآن. نشوف هذا نجربه في هذا مرة أخرى. نزيد شوية ميدكيت نذهب. ها هو مسكين ما عرف من وين اجت له، مسكين ابلع. المهم ابلع. هذه اخر ضحية. نعمل اغنية حماسية، نضربه فول هيل. يلا عنكبوت قنبلة تبع الثلج كل اشي، المهم نقتله. يلا اضرب. وتوصيلة مجانية. ايش هاد اصحاب السيارات؟ والله ما بحبكم يا صديقي، ما بحب. كنت بدي ادخل السيارة. وفي الأخير أقول بأنها تحسمت للإيمي 4 الرملي، وهذا كان متوقع لأنه يعتبر أقوى تاني سكين للإيمي 4. بس في نفس الوقت لا نقول بأنه لا يعتبر سكين قوي، وكمان مش مدفوع عليه ولا سنت، والفرق ما بينهم يعني ما كانش كبير كتير. فالذي ما عنده السكين تبع الرمال هذا الأصفر، أنا أنصحك تجرب السكين الأزرق، السكين راح يبهرك. وبس لهون انتهى الفيديو تبعنا. لا تنساش تجرب السكين وتقول لي رأيك به بالتعليقات، وكمان جيبني على السؤال الذي قلته لكم في الجيم. ولا تنسى تشترك بالقناة، تضغط لايك. وكان معكم مظهرة، ودمتم في رعاية الله.